يعني هيام رجعت مثل ما كانت؟ بصراحة عم تحيرني. ساعات بحسها أيام اللي بنعرفها كلياتنا، أيام مثل ما بتعرفيها الودودة المحبة اللطيفة، وساعات بتقلب حدا تاني ما بتعرفيه مثل الوحش، لدرجة بحسها إنها صارت غريبة عني. لا نزير، بس موضوع الكتب تعامله مع الأبو، يعني مع الأيام الماضية، أنا برأيي هذا موضوع كتير مهم وله معاني مهمة. فعلا أنا هذا الموضوع بالذات هزني كتير. أنا برأيي إنها بدها تذكرك بأفكارك عن السوق وعن أصل المال. ممكن. وأنا تذكرت فعلا، تذكرت كل هدول، والصراحة بديت حاسب حالي، بلشت أعيد النظر بكل شيء عم ساويه. ممتاز، معناتها هيام عم تعمل منيح. ايه، هو بصراحة أنا بدي أحاول أشد هيام من صفنا. لازم هيام تكون بطرفنا، وإذا نجحت بهالشيء بكون عملت شيء كثير مهم. قديش بتحبها نزير؟ فعلا الحب ده ولا كل الشهور. صار لك فترة غرقان بالوراق والمصنفات. بقدر أعرف شو عم تدرس؟ ايه بتقدري؟ غرقان مشاكل الشغل اللي مخلفتيها حضرتك. عم بشتغل بقى يقدر حسنه. تعرف؟ هاي الشغلة الوحيدة اللي هلا بتستاهل عليها مكافأة. يعني قدرت تخلصك من القعدة والسلبية وتغرقك بالشغل. حبيبتي أنا ماني ناطر مكافأة من حدا، وما في شيء يشغلني غيرك. أنت أهم شيء عندي، مشكلتي حتى بهالوراق. بجوز حب البقاء هو اللي مخليني أرجع أشتغل. حب البقاء؟ إيش كنت مهدد بالفناء؟ مو بس أنا، لما بتستشرس عوامل الفناء ضدنا بصير ما في غير حل واحد، نقوي عوامل البقاء. ما عجبك وين؟ بالعكس عجبني كثير. أنا كل شيء منك بيعجبني حبيبي. يعني لو بتسمعي مني نلغي رؤوف وحكاية رؤوف، واللي مع رؤوف مو أحسن؟ عاد تسكتي برأيي ما هيك؟ هيام، لا تخلي مشكلتك الشخصية مع هالة تغرقك بالغلط أكثر. بكفي. خلصنا من السيرة بقى، أصلا هلا كلها ما عاد مطولة. في واحد فتح سيرة بالقهوة بس أهل الحارة ما سكتوا له. وأنت شو عرفك؟ وأنا راجع من عند الصيدلي كانوا أهل الحارة راجعين من المخفر وعم يحكوا. فضيحة. إيه بس ما حدا مصدق. الخوف إنه عدنان يصدق.
استاذ احمد شكرا كثير، نحن غلبناك معنا. ولو هلا خانوم، هذا واجبي. بتقدر تروح ترتاح، بس لا تنسى الصبح تأمن لي اوراق الجمارك اللي طلبتهم منك. تحت امرك هلا خانوم. تصبح على خير. تصبح على خير. بس وين راح عدنان؟ والله هيك قصة بتجنن أكبر عائل. بعد إذنك هلا خانوم، عدنان تعبان ولازم ينام. شو بو عدنان؟ ما بو شيء، أنا لقيته متأثر، أخذته على الدكتور وأعطاه دواء وهلأ بيرتاح. شلون التقيت فيه؟ هلا خانوم، القصة اللي تعرض لها عدنان مو هينة أبدا، مشان هيك دورت عليه حتى لقيته وأخذته على الدكتور ليهديه. أنت يا أحمد أخ، وأنا ما حأنسى لك وقفتك معي أبدا. ولو هلا خانوم، الله يقدرني على خدمتكم، الوالد مفضل على راسي. تصبح على خير. أنت من أهلك. تفضل. شكرا. أنا من بعد إذنك يا دكتورة جاي أتبادل معك الرأي بالموضوع، لأنه نحن الاثنين بتهمنا عائلة عدنان بيه. أهلا وسهلا، تفضل استريح. شكرا. الظاهر في جديد. الحقيقة من يوم اللي جيت لعندك وأنا بفكر بحكيك ورأيك بالموضوع. صراحة يا دكتورة أمل،
عندك مقدرة فائقة على الإقناع. ممتاز. معناتها اقتنعت بوجهة نظر هالة. لا، أنا لسه عم أفكر بالموضوع. كمان منيح انك بتفكر. طيب هي ما فكرت تعمل أي خطوة مشان ما تخسر أخواتها؟ ايوه. بتعرف يا ماهر بيك، بتعرف انه انا لحد هلا ما خبرت هالة عن زيارتك الي، وبتعرف انه انا ما قلت لها اي شيء عن رايك بقضيته. يعني انا ما حبيت تكون صورتك عندها بهالشكل. عفوا، أي شكل؟ شكل المتعاطف مع هيام. يا دكتورة أمل، أنا كنت عم أحاول أخفف المشاكل بين الإخوات، وأنا قلت رأي القانون والمحامين. ها، وتعاطفت مع كل هدول؟ يا دكتورة موقف هلا صار ضعيف جدا، وصورتها صارت مو حلوة. يعني بصراحة عم يقولوا عنها بالسوق عدم مؤاخذة، عم يقولوا عنها بنت الضرة، بأنه إنسانة طماعة بتعرفي الناس شو بتحكي بهيك حالات. وشو لازم نعمل؟ أنا ما بعرف، أنا جاي لعندك لحتى أتبادل الرأي معك بالموضوع. أنا مقتنعة بهالة، والصراحة أنت لازم تتقرب منها إذا كانت بتهمك، ولازم تدرس مع الموضوع. لا، ما لو هالشغلة صايرة معي كنت متت أو ارتكبت جريمة قتل. مين؟ أنا. يا مفوتي. كان عارف وين هالة لهلا؟ عند سمية. شو عم تعمل عندها؟ سمية مرضانة وتعبانة، كان لازم تبقى عندها. تعبانة ومرضانة، بس ما بصير. لازم تفهميها مين هي سمية وشو عملت بأبي. هيام، أنا حسب ما فهمت إنه سمية تركت أبوكي مشان يحافظ على عيلته وما يخرب بيته. كمان انت مصدقتيها؟ بعدين من امتى كنت تصدقيها او تقدري تسمعي اسمها؟ يا عمتي نحن الظاهر كنا فهمانين غلط. شو؟ والله قدرانة تلعب بعقلك وتغير لك افكارك. الله يسامحك. عمتي، انت هلا بتحبك وبتسمع كلمتك، اوعى تخلي سمية تنفذ مخطط علينا. مخططة؟ ايه، سمية بدها تخرب بيتنا وبدها تبلع كل شيء وبدها تصطادنا من خلال هالة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. مالك مصدقتيني؟ ما طيب بكره بتشوفي. المهم بتفهمي لي هالة من يوم ورايح نومي برات البيت ما عندي. ليش أنت من التخت؟ شو؟ مسكين أخوك، كيف بده يحملوا عقله بعد ما ركبوا علينا هالسيرة؟ بس هذا واحد كذاب، والكل فهمان إنه كذاب. المهم عدنان يفهم هالشي ويقتنع وينسى الموضوع. هلا اشربي قهوتك ماما. لا، أنا هلا لازم شوفه واطمن عليه.
خير ماما؟ في شيء؟ تقبرني يا أمي، كل شيء بس ما يصير لك شيء. أنا مستعدة لكل شيء، بس تضل أنت وأختك مرتاحين. دخيلك يا عدنان، دخيلك لا تكسر قلبي. حاجتي حاجتي حاجتي. ما انت عرفتي ليش هلا نامت عند سمية؟ لأنها مريضة. لا يا ستي، مو لأنها مريضة، بس في واحد ابن حلال عمل مشكلة كبيرة بالحارة مشان أبو عدنان. مين أبو عدنان؟ جوز سمية؟ اي نعم. كشف كل القصة، والحكاية بتقول إنه سمية ضلت على علاقة مع عدنان بيك حتى بعد ما تزوجت، إنه عدنان هو بالحقيقة ابنه لعدنان بيك. شو؟ هيك الحكاية بتقول. بس هيك بتتشوه سمعة أبي. ولو يا هيام خانم، إسلام تفهمك، الحروب دايما فيها ضحايا أبرياء. حروب؟ طبعا حروب، شو قاعدين عم نتسللك ها؟ هي الحكاية رح تلحقها حكاية تانية، حكاية تخلي هالة تنهز وتنزل وينكسر راسها. بعدين بدي ذكرك، عدنان هلا صار لصفك أكثر، يعني صار ضد سمية ضد هالة. شو هذا كمان؟ معقولة هيك؟ معقولة واحد غريب يجي يقعد فوق راسنا؟ هيك بنت سمية بدها. وإذا؟ لازم نلاقي حل، مو معقول يجي واحد من المحكمة لحتى يراقبنا. لا تخاف، هلا بدنا نخفف المشاكل اللي شاغلة بالك. هلا لازم نحل المشكلة، لازم نخلص من هذا الحارس القضائي. تيصير اهدى وروق، لسه قدامنا مشاكل كتير. هلا كل المشاريع والاعمال اللي انا شفتها هون بالشركه كانت ماشيه باتجاه الربح السريع وبس. كان واضح من كل التصرفات ان المشاريع ماشيه باتجاه تحقق ربح اعلى وبسرعه. طيب الاقتصاد ربح. الاقتصاد ربح صح، بس قبل الربح هو عمل وانتاج. نحن اذا بنساهم باقامه مشاريع انتاجيه فيها تصنيع مثلا، بنكون عم نساهم بصنع الحضاره بهالبلد، وبعدين بنكون عم نحقق ربحين مو ربح واحد، ربح مادي وربح معنوي. أنا عم فكر إن نحن لازم نعمل تحويل بروح المشاريع الإنتاجية. أنا برأيي إذا بنعمل هالشيء بنكون عم نساوي شيء كثير مهم وشيء كثير مختلف وخلاق. شفت ليش بدي اياك معي؟ بدي اياك تعمل لي دراسة واقتراحات عن التحويل اللي عم تحكي عنه. والقضية؟ نحن بدنا نحضر ونشتغل وكأنه ما في عنا أي هموم. شو رأيك؟ فعلا لازم نشتغل بمعزل عن أي هم. أنا حابة إنه المشاريع والأعمال تصير مثل ما بدنا ومثل ما عم نفكر، لحتى يكون السوق إنساني وحضاري. مو هيك؟ لازم هيك. يا رب يا رب تهدي بال ابني. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب تهدي وتهدي. مرحبا. شو صار معك؟ جبت لك كل الوثائق المطلوبة من الجمارك. تفضلي.
برافو عليك. بتعرف يا أستاذ أحمد، أنت كبرت بعيني كتير، واللي عملته مع أمي وأخي ما ممكن أنسى لك إياه. هلا خانم، قلت لك أنا دائما تحت أمرك، بس أرجوكي لا تخجليني بالكلام. طيب، بدي إياك تثبت لي عيونك على الأستاذ كمال. حاضر. أي تعليمات تانية؟ أبدا. الله يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيكي. عن إذنك. تفضل. سامحني يا أبي، أنا مضطرة، ماني قدرانة أسكت لك. سامحني. هلا خانم، انت بقيانة؟ أنا بقيانة لأنه عندي شغل لازم خلصه. إذا بتحبي تروحي خدي راحتك. طالما حضرتك بقيانة وأنا كمان حضل، بس حاطلب سندويش إلي وإلك، شو رأيك؟ ميرسي إلك. شكرا. آسف سهير، إذا سمحتي بعتيلي الأستاذ نزير والأستاذ هاشم، خليهم يجوا لعندي بسرعة. حاضر. يعني برأيك بالتعامل مين أحسن؟ هيام ولا هالة؟ اثنين مناح، بس كأنه هالة أحسن وأكرم. وهيام خانم كمان منيح. لك شبك، لا تخاف، هلا أنا صاحب كلمة هون بكل شيء، وطالما القضية بالمحكمة بدهم رضاي وبدهم يمشوا على كيفي. شو؟ شايفك ما حكيت؟ سلامتك، ما في شيء. عم قل لك كل شيء تحت تصرفي، أوامر الصرف، كشوفات، مكافآت، مو بس المعاملات المالية، كل شيء كل شيء. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس بدي أسألك بصراحة وبيني وبينك، يعني إذا سهلنا لهي أو لهي شغلة بيلحقنا منها شيء؟ نعم. شو بصيني عم بحكي؟ لا عفوا، بس كنت شارد وما سمعت منيح. أصبح روح هلا وبس بدي إياك ببعت وراك. روح الله معك. وينك؟ أنت شوف الأنسب بين التنتين واتفق معها وحصل منها، وإلك مني كمان. الظاهر إنه في مخالفات واضحة. أكيد كانوا عم يلعبوا، وأكيد في تجاوزات بقضية الجمارك. المشكلة إذا حدا وشى علينا بنتحول كلياتنا للقضاء، وبيصير اسمنا بالسوق بفضيحة بلا طعمة. والسمعة الاقتصادية حقها ذهب، سمعتنا أغلى من أي توفير والرسوم الجمركية. أستاذ نزير، أنا بدي غير مكتب التخليص، وبدي تعمل لي دراسة لتشكيل مكتب من ناس نضاف. بدك اياهم خبراء ولا شرفاء؟ بدي اياهم خبراء وشرفاء، وقبل كل شيء مخلصين لوجدانهم.
ماهر بيك طالب يقابلك. خليه يتفضل. مرحبا. بس ما أكون قطعتك عن شغلك. لهلا ما قلتي لي أهلا وسهلا. آسفة كنت مشغولة. أهلا وسهلا. وأنا آسف كتير لأني تأخرت لحتى بارك لك بالشغل الجديد وبالورثة الدسمة. بس حضرتك فهمان غلط. القصة مو قصة ورثة. الموضوع على الأقل هيك بالنسبة لهيام ومحاميها. والقصة مطبولة بالسوق، ناس عم يقولوا إنه الأخوات عم يتقاتلوا. ناس عم يقولوا كمان، ما بتزعلي إذا قلت لك؟ عم يقولوا بنت الضرة أخذت كل شيء، أو بالأحرى بلعت كل شيء. أنا فهمت سبب زيارتك، بس أنا آسفة. عندي شغل كتير وما عندي وقت أكتر من هيك. وأنا كمان مستعجل وعندي شغل، بس جاي أقول لك إنه أخوك رفع دعوة مشان يغير اسمه، لأنه اسم عدنان عم يسبب له فضيحة. معه حق الشاب، أول حياته مو معقول يتحمل كل هالحكي عن أمه. مو معقول يبلعها إنه يكون اسمه على اسم عشيق أمه. مع السلامة. أوكي. فعلا فضيحة. تصوري أنا عم أحاول نبهها وهي بترد علي وكأني أنا اللي عم حاربها وأنا اللي عم أطلع عليها كل الفضايح. أنا بدي إياهم يخلصوا من هالمشاكل التافهة وهي بترد علي بكل برود وبكل اتهام. طول بالك ماهر بيك، طول بالك. أنا فعلا انزعجت منها. بدك رأيي؟ طبعا بدي رأيك. حتى أنا يا ماهر بيك عم حس إنك ضد هالة. شو هالحكي دكتورة؟ ولحتى تثبت العكس لازم تعمل العكس. شو يعني؟ لازم وقف ضد هيام واخذ منها كل املاكها واملاك ابوها واعطيه للانسه هاله لحتى ترضى؟ ليش هيك عم طلعي فيه دكتورة؟ أنت بتحبها لهالة؟ دكتورة أنا جاي بموضوع عائلي صرف. وهالة؟ أرجوكي يا دكتورة، أنا جاي لهون كرمال عدنان بيك الله يرحمه وكرمال سمعته. بعدين إذا هالة بتضل مستمرة عم تغلط بهالطريقة هي، صدقيني رح تتبهدل. فعلا يا استاذ هاشم، هذا الحق معه. السمعة الاقتصادية رأس مال قوي وفعال. أنا من تجربتي بالتجارة والسوق والأعمال بعتبر إن السمعة أهم رأس مال للنجاح وللوجود القوي. السمعة المنيحة بتربحك وبتقويك، والسمعة السيئة بتضعفك وبتخسرك. وأنا كمان مستعجل وعندي شغل، بس جاي أقول لك إنه أخوك يرفع دعوة مشان يغير اسمه، لأنه اسم عدنان عم يسبب له فضيحة. معه حق الشاب، أول حياته مو معقول يتحمل كل هالحكي عن أمه. مو معقول يبلعها إنه يكون اسمه على اسم عشيق أمه. إيه بدي غير اسمي، ما عاد عاجبني وبدي غيره. معناتها أنت مصدق؟ أنا بدي لملم الفضيحة، بدي أهدى منها، بدي أخلص من الوسواس. بس هي لعبة وسخة، بدهم يضعفونا فيها ويلهونا ببعض حتى ينتصروا علينا. لعبة غير لعبة، صرت أنا وأمي سير. ما حدا مصدق بالحالة. مو مهم يصدقوها ويكذبوها، مهم إنه بدوا يتخيلوها. صرنا أبطالها ببالهم. ما عاد مهم الصدق والكذب، ما عاد مهم أبدا. شفتي؟ الحق معي، ما عندك رد. أصلا ما في رد، والقصة فضيحة. بس لازم تسأل حالك مين اللي حركها وشو هدفه من كل هالشي.
ما يحركها يحركها، مو مهم. لا مهم، لأنه هدفه يهزك ويخليك تتصرف ضد حالك وضد أمك وضدي، وهيك بيفرقونا وبيغرقونا بمشاكل وهمية ما لها أساس وبينتصروا علينا. نحن لازم نرد عليهم بإنه نقوى. نحن مالنا غير بعض، مالنا غير العيلة يا عدنان. مالي عدنان، مالي عدنان. شوفي شو صار؟ اتركوني لحالي، اتركوني لحالي. ايه مالي عدنان. منين اجتني هالقصة؟ هي أكيد هي. مو بس هي، أكيد في حدا معها. دائما وعبر التاريخ كله كانت لعبة الفضايح وإثارة الرأي العام ضد أي شخص معين لعبة بيلعبوها الأقوياء لتحطيم خصومهم. على فكرة هالة، أكتر شيء بخوف أعدائك تماسكك الأخلاقي ومجموعة القيم النبيلة اللي بتتحلي فيها، ومشان هيك أول شيء بيحاولوا يحطموه هو شخصيتك الأخلاقية. تعرفي ليش؟ لأنهم بيخافوا منها وبيعتبروها سلاح قوي ضدهم. أنا فهمت سبب زيارتك. بس أنا آسفة، عندي شغل كتير وما عندي وقت أكتر من هيك. مع السلامة. إلي عم تقلعيني؟ والله لمرمي الأرض فيكي. لو بتعرف هالة بأنه ماهر عم يتقرب مني يمكن كانت جنت، ما راح إلا شي. وإذا تأكدت إنه بيحبها راح حل لهم كل المشاكل، مع إنه قلبي مو مطمن لماهر أبدا. تحياتي ماهر بيك. أهلين أحمد، شو تقلان علينا كتير، صاير ما بتجي إلا تبعتنا وراك. أنا تحت أمرك ماهر بيك. إيه ممتاز. هاي القصة تبع هذا لازم نبلش فيها فورا. أنا حكيت مع صحيفة لبنانية من هدول المجلات تبع المجتمع، قلت لهم ينشروا القصة عن لسانك، وبعت لهم صورة لك وصورة لهالة. بس أنا أنت شو؟ يا ماهر بيك، أنا ما ممكن أشتغل بأعراض الناس، الله يطول بعمرك. شلون؟ يعني أول شيء حرام، ثاني شيء افترى، ثالث شيء عدنان بيك بفضي على راسي. يا ماهر بيك ببوس ايدك بترجاك تعفيني من هالشغلة. شوف أحمد، إذا بدك كان يزيد لك أجرتك أنا ما عندي مانع بزيدها. لا والله مو مشان هيك. لك عمي شو خايف؟ يا ماهر بيك هي أعراض، وأنا بخاف من الله وبخاف على عرضي، وأنا مو ممكن أشتغل بهيك شغلة. دخيلك يا ماهر بيك، اقتلني اذبحني موتني ببوس ايدك، بس لا تقلي اشتغل هيك شغله. بسيطة طول بالك.
تعرف لك أحمد، والله إنك عجبتني. برافو عليك، طلعت شهم وأصيل. مو بس هيك، فتحت عيوني على مسألة مهمة كتير. الواحد فعلا ما لازم يجيب سيرة أعراض الناس. الله يعمر بيتك، الله يستر عرضك، الله يعمر بيتك يا ماهر بيك. والله يا أحمد إنك بتستاهل مكافأة، مكافأة مرتبة كمان. بس هيك لا، أعطيتني حقي شيء أغلى من الذهب والألماس. الله يكتر خيرك، الله يكتر خيرك يا ماهر بيك. بسيطة بسيطة، روح أنت ارتاح هلا وتعال عندي بكرة الصبح، عاوزك. تحت أمرك ماهر بيك، خاطرك. مع السلامة. مرحبا. اهلا وسهلا استاذ كمال. الحقيقة أنا جاي بتمنى تاخدي كلامي كرأي شخصي. تفضل. أول شيء أنا معجب بطريقتك بمعالجة أمور الشغل وتصحيح مسار العمل. وأنا بحكم شغلي عم لاحظ كيف أنت عم تقدري تغيري بروح الشغل نحو الأفضل والأحسن. شكرا كثير لك، شكرا كثير. تفضل استاذ كمال. شكرا. حتى اختيارك للأشخاص، يعني الحقيقة الواحد بيحسدك. مين تحكي هالنوعيات من الناس؟ أشخاص مثقفين متعلمين، وقبل كل شيء أخلاق وقيم. التطور بحاجة لخبراء شرفاء. صح، خبراء شرفاء. بس الحقيقة يعني أنا في عندي تحفظ على شخص واحد عندك. إذا كان تسمحي إني يكون صديق بحكي اللي عندي عنه. خذ راحتك. الشخص اللي عنيته هو أحمد. أحمد؟ أنا بعرف إنك رح تستغربي وبعرف إنك صعب تصدقي، بس مع الأسف هي الحقيقة. وأنا بصراحة لأني حابب إنه نكون أصدقاء عم بتجرأ أحكي شو بعرف. تفضل احكي. أول شيء هو حاول يتفق معي على ابتزازك أنت وأختك، وعرض علي نلعب عليكم من خلال كوني الحارس القضائي. واللعبة اللي اقترحها إنه نحاول نوهم كل وحدة منكم إننا معها، ونقبض من كل وحدة على أساس إنه عم نحارب معها ضد الثانية. إيه؟ شو إيه؟ الحقيقة أنا لما عرض علي أحمد العرض فكرت بتركيبة هالرجال، فبدأت أبحث وأسأل عنه، ولقيت لك العجائب. شو لقيت؟ هذا واحد قليل ذمة وأخلاق، عم يشتغل مع كذا شركة ضد شركتكم. والموضوع الأخطر من هيك والما بنسكت عنه إنه عم يشتغل بشغلات غير أخلاقية، بترويج نساء من نوع أعوذ بالله أعوذ بالله. أستاذ أنت شو عم تقول؟ أنسي هالة، أنا بعرف قديش هالحكي مزعج، بس لازم تعرفيه، لأنك أنت أكبر من التورط بأي سمعة ممكن تجيكي عن طريق هيك شخص. أستاذ كمال، أنت متأكد من اللي عم تقوله؟ للأسف متأكد. أنا ما قدرت أسكت لأني طمعان إنه أكون صديق. الحمد لله اللي الله عافاني من هالبلوة. الحمد لله. ومنين جبتي هالحكي عن أحمد؟ أنا عم بسألك بس إذا كنت متأكد من أخلاقياته وسلوكه. أنا بعرف إنه أحمد آدمي وخدومي، أما اللي عم تحكيه عنه بخوف،
فظيع كمان. طبعا فظيع، مشان هيك ما ممكن نقدر نسكت عليه. والاتهام بضل اتهام، يعني مو حقيقة حتى يثبت. بس نحن قدام موضوع محرج كتير، ببهدلنا وبيحطنا بمواقع محرجة وممكن كتير تأذينا. يا هلا، ما بجوز تتهمي الشاب بدون ما نتأكد. نحن لازم نتأكد بسرعة، حتى إذا كان هذا الحكي صحيح نبعده عن طريقنا، وإذا كان كذب نوقف اللي عم يحاول يلعب فينا. الحل بإيدك. كيف؟ اللي وصل لك لازم يثبت لك انه احمد على الصورة يلي قدم لك اياها عنه. اللي وصل لك هو اللي بيعرف مصدر المعلومات المفيدة عن احمد. ايه ممكن، طبعا ممكن. بس ليش انت عم تشككي بكلامي؟ أنا عم بحاول أتأكد من كلامك، وإذا كنت حضرتك بتعتبر حالك فعلا صديق، أنت لازم تدلني على مصدر هي المعلومات، لأني لازم أتأكد. ومثل ما بتعرف الصورة اللي عنا إياها عن أحمد مختلفة تماما عن اللي عم تحكي عنه. خلص، أنا رح أجيب لك مصدر المعلومات اللي عندك لهون، ورح خليه أرجيكي أحمد على حقيقته. إمتى؟ أعطيني كم يوم بس. ماشي، كم يوم وبس. عن إذنك. مع السلامة. أستاذ أحمد تفضل معي شوي. هلا خانم، باين عليكي تعبانة. في شي مشاكل؟ باين انك مزعوجة. الشغل. إذا كان في شي مشاكل أنا تحت أمرك. ها؟ شو بتقدر تعمل مثلا؟ يا خانم أنا روحي إلكم، وإذا كان في شي موضوع معين قولي لي إياه، يمكن أقدر ساعدك وخدمك. يا خانم البيق الله يرحمه كان يعتبرني ساعده اليمين، وكنتوا ما زلت مستعد قاتل شياطين الدنيا كرمالكم. ليش في شياطين عم يقاتلونا؟ يا لطيف يا خانم يا لطيف، شو في ناس مسكونين الشياطين والأذى. ولساتهم عم يقاتلونا؟ أنا من يوم ما تعرفت على عدنان بيق الله يرحمه واشتغلت معه كان في ناس عم يقاتلوه، وفي شياطين بدهم يأذوه. يا خانم الناجح والمتقدم بالحياة بيزعج الشياطين وبيستفزهم ضده. هلا خانم في شي. أنا خايفة من أحمد. صدقتي الحكي عليه؟ ما بعرف. معناتها خايفة من الصورة المتهم فيها أحمد، ومعك حق. هي صورة شنيعة بنظر الناس والمجتمع، وحتما رح تضرك. هلا لا تحتاري، بكرة بس تحصلي على الإثبات تخلصي من الحيرة والارتباك، وممكن تكون القصة كلياتها مو صحيحة.